هو دي اوضه مش عارفه اقول عليه حاجه، مش يعني مش قادره اقول عليه حاجه بصراحه، مش عارفه اسميه ايه. دي اوضته ويقال ان قبل ما يرميها عشان ياخدها يجرب معاها يعني حطها على السرير. لما لقى الدنيا اتقلبت في العمارة راح طالع ورميها في المنور، يعني دخل بيها الأوضة وقال لها فرجك على الكلب وبتاع، وبعدين لقى قلق في العمارة جامد قوي وصويت وبيدوروا على البنت، راح رميها من فوق المنور. مجنون. فضل يدور معاهم لمدة نص ساعة ويقول لهم في الآخر طب ما تعالوا نبص في المنور، طب نجيب الطفاشة. مجنون. أي حد عايزين ننقذه من مصيبة نقول إنه مجنون. بواب بقاله كتير بيشتغل هنا، محدش اشتكى من جنانه، ومحدش اشتكى انه نفسيا تعبان، ومحدش اشتكى من اي حاجة. هو احنا ليه كل حاجة ممكن اي محامي يقولها لنا نصدقها؟ هو ممكن يبقى مش مجنون، ممكن يبقى قليل الادب، ممكن يبقى حيوان، ممكن يبقى ما عندوش دم، ممكن يبقى اي حاجة غير انه مجنون. وهو فعلا حيوان وما ينفعش اي حد يسميه غير كده. ولو اهله حاولوا يطلعوه من حكايه زي كده يبقى اهله خلينا احنا مؤدبين. الورد الابيض ده ورد حقيقي، عملوا بيه كل العمارة، كل الباب لأن هي فعلا كانت ملاك ولسه ملاك، وإن شاء الله يعني ربنا يحتسبها في الجنة. أكيد هتدخل الجنة من أبوابها وعشان هي جميلة كده يمكن يكون ربنا خدها. ما حطوش اسود وحداد وعملوا كل بيتها بالورد الابيض عشان هي اكيد روحها بتحوم حوالين المكان وحوالين اهلها، واكيد هي سعيدة بحب الناس ده ليها. بس احنا كمان لازم نجيب لها حقها، لازم الشعب ده يحس ان حقه بيرجع. حاجات كتير قوي هتتحل، ومتهيألي نبدأ من موضوع زينة ده، هتبقى بداية قوية جدا. والست الكبيرة اللي اتضربت بالقلم من واحد او من اخواني او عملنا قلبان كتير قوي عليها. طب وزينة اللي كانت هتغتصب وبعدين اترمت من فوق وامها عاملة عليها كده، تفتكروا الألم يألم أكتر ولا فقدان الضنا وقتل الناس وتعذيب الأهالي دي؟ أنا بناشد المحامي اللي ماسك القضية دي، محدش هيحترمك لو كملت في القضية دي، وانت واقف في المحكمة محدش هيحترمك. ولو انت مش متجوز ولسه هتتجوز وهتخلف، كما تدين تدان، واللي حصل في زينة هيحصل في ضناك. لو فلوس الدنيا هتاخدها من اهل الناس دي، انا معرفش انت ازاي ممكن تقف تترافع وتدافع عن ناس عملت كده في بنت عندها 5 سنين. انا يعني بستحلفك بالله ان ضميرك يرجع لك مرة تانية، لان دول ما ينفعش حد يقف يدافع عنهم خالص. لأول مرة بقى يبقى عندنا ضمير كناس بجد، وانا هحترمك جدا واستضيفك وتقول قدام الناس كلها انا تنازلت عن هذه القضية عشان محدش ينفع يدافع عن موقف زي ده. وانا مستنياك تكلمنا تقولي كده.
زينة. زينة اترسم صورتها على الجدران. مش احنا بقالنا كتير قوي بنكتب مش عارفة مين خاين ويسقط فلان ويحيى فلان. في بورسعيد هنا بقى هما شايف ان زينة هي اللي يترسم صورتها. عارفين زينة دي يا جماعة بتمثل ايه؟ زينة دي بتمثل كل واحد اتظلم في مصر. زينة دي واحدة ولا بيها ولا عليها، قاعدة في عمارتها في بيتها، أهلها مخليين بالهم منها، واتخطفت اتحطت على السرير عشان واحد حيوان عايز يغتصبها. لا هرج ومرج راح راميها. اتظلمت في انها ما كبرتش وما اتجوزتش وما خلفتش. اتظلمت انها اتحرمت من امها ومن اخواتها. اتظلمت ان هي بعد عيد ميلادها بيوم واحد بس بعد ما كانت لابسه فستان ابيض، هي برضه لابسه ابيض النهارده بس في كفنها. هي كانت امبارح في عيد ميلادها، النهارده الميتم بتاعها. مين في الدنيا، مين بلد في العالم تقول ان ده ينفع؟ انا بقى مش بخاطب وزير العدل ولا هيجي يقولوا اصلها بتأثر على القضاء ولا لا. بلد دي ليها قائد صح؟ ليها سيادة رئيس الجمهورية عدلي منصور، ليها سيادة الفريق السيسي. انا هو ام وببكي ومتضايقة جدا جدا جدا، وبقول لك اعتبروا دي بنتكم. اعتبر ان حد دخل خد حد من ولادك ورماه من فوق. اعتبر ان في واحدة تمت 5 سنين وكانت لابسة فستانها الابيض والنهارده متكفنة في الابيض ده في التراب. ده هيجي محامي يعمل له شهادة مش عارفة ايه، ولا يدخل يتحط في احداث او حاجة كده؟ بجد؟ يعني بجد ممكن ده يحصل؟ ممكن البنت دي فعلا حقها يروح كده؟ ممكن نكون احنا بلد ما بنقدرش فعلا الناس الى هذه الدرجة، ولا الرحمة، ولا يبقى عندنا ولا رحمة ولا ضمير. على فكرة القضية دي ليها علاقة جامدة جدا بالضمير. انا عايز اعرف بقى البلد دي عندها ضمير ولا لا؟ بس في عينيها مش هيقرب لها، بتضحك ضحكة الصبح. أنا ما شفتش طفلة بتضحك كده. عارفين زينة دي يا جماعة بتمثل ايه؟ كل واحد اتظلم في مصر. ملقاش في حضني، ملقاش هنا. تعالى أي حد في الدنيا يشوف زينة وما يحبهاش. أنا عايز أعرف بقى البلد دي عندها ضمير ولا لأ؟ عملت كده ليه بقى؟ انت عارف انا مش يعني اول مره في حياتي ابقى جايه مش يعني مش جايه اسالك يعني مش جايه اسالك انت عملت كده ليه ولا ما عملتش كده ليه، لانك عملت ورميتها من فوق وخدتها من على السلم وانت اللي فتحت المنور، قلت لهم افتحوا المنور
كلهم كذابين وامها كذابه كمان؟ يعني هي كذابه؟ انا اصلا كنت بدور معاها. ما هي دي مصيبه. بس انت مش شايفها، مش شايفها وهي بتترمي من فوق؟ والله العظيم ما شفتها. امال ايه اللي حصل؟ بس انا باكل كده شفت محمود على السطح. بس بتعمل ايه؟ شفت محمود على السطح محمود مين؟ اللي بره اللي معانا. هو ساكن يعني انا بواب. بيعمل ايه على السطح؟ بس وانا بقول كده شفته كده على السطح كده. قمت قلت ندمه وهيقعد يرخم عليا. بس سمعت صوتي خبطه جامده. قمت طلعت على السطح بقول من هناك. قال لي انا محمود. قلت له بتعمل ايه؟ قال لي على ما تقولش لحد. انا خد كلب الحاج على المنصور. قلت له يا عم خد انا مالي. بس كده. عارف الطب الشرعي طلع ايه النهارده؟ عارف؟ ما اعرفش. اقول لك ما شاء الله. انكم بتعملوا شذوذ جنسي مع بعض. لا والله ما حصل. محمود كزباش في برج محمد علي. هو جريدة المبيعات. تمام. وبواب العمارة اسمه علاء. علاقتك ايه بعلاء؟ علاء ده هو انا قبل كده هو انا عملت معاه حاجات وحشة. من امتى؟ من قيمة 7 8 شهور يا باشا. علاء ده هو انا قبل كده هو انا عملت معاه حاجات وحشة. من امتى؟ من قيمة 7 8 شهور يا باشا. علاء ده هو انا قبل كده هو انا عملت معاه حاجات وحشة. من امتى؟ من قيمة 7 8 شهور يا باشا. الطب الشرعي ده كذاب برضه صح؟ حصل. انا جايه اقول لك كلمه واحده، انك حيوان. محامي قال لك تقول ايه بقى؟ إذنك محمد باين صورت هناك ومحمد ماليش حاجة نهائي لحضرتك. انا بسالك. محمد انا بكلمك. ماليش حاجة لمحمد. ما انا بقولك محامي قال لك تقول ايه بقى؟ هتقول ايه؟ محمد ماليش حاجة لمحمد. أنا سألت على تقرير الطب الشرعي. ايه رايك في التقرير؟ ايه رايك في التقرير؟ مش انا قريته. لسه ما اعرفش التقرير ده. اعرفك؟ ما اعرفش. لما اشوف قدامه. تحب تعرف يعني؟ بشوف قدامه وكيل نيابة حضرتك. مش عايز تعرف؟ بشوف قدامه وكيل نيابة. مكسوف مني ولا ايه؟ مش مكسوف. اقول لك قدام الناس دي احسن، اقول لك قدام مصر كلها. ماشي ممكن تقوليها وانا بشوف قدامه وكيل نيابة حضرتك. لا مصر كلها تعرف. الطب الشرعي قال ايه؟ ما اعرفش. ما سمعتش. اسمعك. الطب الشرعي قال ان حضرتك بتعمل شذوذ جنسي. ما سمعتش. علاقتك ايه بعلاء؟ علاء ده هو انا قبل كده هو انا عملت معاه حاجات وحشة. من امتى؟ من قيمة 7 8 شهور يا باشا. علاء ده هو انا قبل كده هو انا عملت معاه حاجات وحشة. من امتى؟ من قيمة 7 8 شهور يا باشا. علاء ده هو انا قبل كده هو انا عملت معاه حاجات وحشة. من امتى؟ من قيمة 7 8 شهور يا باشا. بسمعك. ما انا بسمعك اهو، اسمعها لك تاني وتالت ورابع وخامس وسادس ولا هترميني؟ عندكم انور يا جماعه؟ شيلني. تعرف تشيلني؟ تعرف تشيلني؟ ما اي حد ينطق ولا اي حد يصرخ وبتاع نرميه. بتعمل ايه؟ شذوذ بس؟ مش اللي بتقول عليه ده. بتعمل ايه؟ عملت ايه؟ ما عملتش حاجة. محمود كزباش. اسم على جمعة عزات احمد جبار اسمعني. تعرفوا بعض منين؟ هو شغال بواب في العمارة يا باشا. البنت اللي توفت كانت فين؟ البنت اللي توفت شكله معانا في العمارة. عملت كده ليه؟ غلطة يا باشا. غلطة. ندمانين يعني؟ لا ندمان انا عن نفسي ندمان. غلطة يا باشا. غلطة. ندمانين يعني؟ لا ندمان انا عن نفسي ندمان. حكم الشارع يعني ولا ايه؟ من البيت حضرتك. عشان ايه؟ قاعد يعذب فيا من يوم الاربعاء لغايه يوم السبت الصبح. مجرمين الظباط دول. والله مجرمين. والله مجرمين. لا والله مجرمين. بس ما بيعملوش شذوذ. رجاله. رجاله. يا راجل. محمود كزباش. اسم على جمعة عزات احمد جبار اسمعني. تعرفوا بعض منين؟ هو شغال بواب في العمارة يا باشا. البنت اللي توفت كانت فين؟ شكله معانا في العمارة. عملت كده ليه؟ غلطة يا باشا. غلطة. ندمانين يعني؟ لا ندمان انا عن نفسي ندمان. غلطة يا باشا. غلطة.
ندمانين يعني؟ لا ندمان عن نفسي ندمان. لا بس في عينيها، في عينيها مش هيقرب لها. بتضحك الصبح. انا ما شفتش طفله بتضحك كده. عارفين زينة دي يا جماعة بتمثل ايه؟ كل واحد اتظلم في مصر. ما لقاش في حضني، ما لقاش هنا. على اي حد في الدنيا يشوف زينة وما يحبهاش. انا عايزة اعرف بقى البلد دي عندها ضمير ولا لا؟ هو السؤال، هل ده تصرف آدمي؟ يعني هل هم بني آدمين ولا انتوا شايفين انهم حيوانات؟ يعني لما يبقى التصرف او السلوك عكس الطبيعي، ساكن في العمارة مع البواب بيقيموا علاقة الشذوذ الجنسي، وبعدين بيقرروا يعملوا عملة أخرى أو يغيروا هذا السلوك الحيواني إلى سلوك حيواني آخر، وإن هما يغتصبوا طفلة. حيوانات ولا مش حيوانات؟ حيوانات ولا مش حيوانات؟ الساكن اللي في العمارة مامته فنانة راقصة، وطبعا مقومين محامين كتير قوي ودافعين فلوس كتير قوي. ممكن، وبسأل أكبر واحد فيك يا مصر، ممكن الناس دي في الآخر تخش الأحداث؟ انتوا شايفين ان بعد كل ده دي ناس عيلة صغيرة؟ دي ناس مش فاهمة حاجة؟ دي ناس نعملهم على انهم اطفال يا عيني غلطوا؟ قضية ضمير، دي قضية ضمير، والقصاص في ميدان عام. والفنانة الراقصة كنت لازم تربي ابنك، كنت لازم تربي ابنك. معلش انا هشت على الموضوع شويه وهاخد كل تليفوناتكم وهنروح نشوف الفنان احمد السقا، بس يعني الخبر العام